بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملت الكفتة على النار من فوق يا جماعة، على البوتاجاز من فوق بطريقة سهلة جدا وجميلة، وعملت جنبها المكرونة جميلة جدا. يلا بينا نشوف احنا عملنا الكفتة الجميلة دي ازاي. يلا يا حبايبي، وبألف هنا يا حبايب. لاقوا الفيديو يحطوا له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد من اختكم محمد. يلا بينا نشوف احنا عملنا الكفتة الجميلة على النار من فوق، ما خدتش ربع ساعة يا جماعة. على النار من فوق ازاي؟ يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل لكم الكفتة يا جماعة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وعلى البوتاجاز من فوق، مش هنحط فرن ولا حاجة، وحاجة كده بكل بساطة. عندي لحمة مفرومة، وطبعا اعملي لحمة مفرومة زي ما انت عايزة، كيلو ونص، ربع، زي ما انت عايزة. وعندي هنا 2 بصلتين هضربهم في الكب واصفي ميتهم، احوش ميتهم منهم. وعندي هنا ايه، شبت وكزبرة، هاخد عودين بس بساط كده. والتوابل هنبدأ بقى نحط يا حبيبي التوابل عليها. ادي الملح، طبعا الكفتة ما بتاخدش ملح كتير. وهنا فلفل اسمر وكمون وكمون. وهنحط حاجة بس يعني نص معلقة كده من البابريكا. البابريكا دي بتديها طعم حلو. وهنحط حبة من 7 بهارات اهو. دي بتخلي طعمها حلو يا جماعة، قوي قوي قوي. تمام. هنبدأ بقى نضرب البصل في الكبة ونصفي ميته، ونقلب ونخرط الخضرة عليها، ونقلب كله على بعضه، ونحط كله في الكبة ونضربه اهو يا حبايب قلبي. هضرب كده البصل تنعميه في الكبة كده، وبعد كده تحطيه في مصفى وتصفيه. وهنا خرطت الخضرة مع التوابل مع اللحم. اعمل البصل كده واحطه في مصفى، هعمل البصل كده واحطه في مصفى، وهنضرب اللحمة مكان البصل في الكبة كلها اهو يا حبايب قلبي. انا صفيت البصل، المية بتاعته اهي، دي مية البصل. هنصبع بيها الكفتة. وهنا حطيت البصل اللي انا صفيته، تفل البصل على الكفتة. هبدأ بقى احطها في الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللحمة يا جماعة نسيت اقول لكم لازم يكون فيها نسبة دهون، علشان الدهون دي بتخلي طعم الكفتة حلو، وبتسند اللحمة، ما تخليهاش تفك ولا حاجة صوابع الكفتة. كده هضربها كلها في الكبة الطريقة دي كلها وارجع لكم اهو يا حبايب قلبي. ضربتها كلها في الكبة كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طلعت من الكبة ناعمة وحلوة ازاي. بسم الله ما شاء الله. اهو يا حبايب قلبي ضربتها في الكبه. بسم الله ما شاء الله، نعمتها خالص اهي. هعجنها برده عجنه حلوه كده في بعضها، وايه، واريحها 10 دقايق في التلاجة، وبعدين نصبحها. وهعملها لكم على البوتاجاز من فوق بطريقه سريعه وجديده. مش هتكلم، ما فيش تكلفه خالص ولا فيه مجهود خالص. تمام كده. هسيبها بقى ترتاح 10 دقايق في التلاجة، وبعد كده ايه نصبحها ونشوف هنعملها ازاي. كده الكفتة بتاعتنا جاهزة. ما تحطوش توابل اكتر من اللي انا حطيتها، لان التوابل كتير بتغير طعم اللحم. فخلينا في التوابل اللي انا حاطه توابل خفيفة واكتر من كده ما فيش. ما تحطوش ورق خضرة بسيط خالص يديها طعم وريحة. وتريحوها في التلاجة شوية، نريحها في التلاجة وارجع لكم اهو يا حبايبي. انا ريحت الكفته 10 دقايق في التلاجة وصبعتها اهوت، وحطيت طاسه على النار، ويا دوبك فرشه زيت بس في الطاسه، فرشه واحده زيت. تمام. وهنا حطيت ميه عشان هنعمل مكرونه. هنسلق المكرونه، نعمل مكرونه مع الكفته. ويلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا صبعت الكفته جميله اهيت يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. ما بتريحها شويه بتبقى تحفه، حتى وانت بتصبعيها بتبقى حلوه خالص. يلا كده هنحط في الزيت ونشوف هنعملها ازاي اهو يا حبايبي. كده هحط الكفته معاكم على النار من فوق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله يا محمد. على نار هاديه كده. الطاسه سخنه قوي قوي، نديها صدمه كده عشان ما تجيبش ميتها بالطريقه الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الطاسه سخنه سخنه يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالطريقة الحلوة دي اللي يعني ايه تتشمع شوية نبدأ نقلب. وهنا انا بسلق المكرونة اهوت جنب الكفتة، وعملت الصلصة عندي جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. اهي يا حبايبي على البوتاجاز من فوق ما شاء الله اللهم بارك، بتستوي زي العسل اهيت. وعندي هنا المكرونه خلاص اهي دخلت في السوا، هصفيها بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ودي المكرونه مع الكفته، وفي الف هنا يا حبايبي، اكله جميله جدا ومشبعه وحلوه. اهي يا حبايب قلبي على البوتاجاز من فوق اهي، بسم الله ما شاء الله، ماسكه نفسها خالص اهي. وبتاخد ايه على نار هاديه كده الاول صدمه، وبعد كده تهدي عليها النار، بتطلع بالطريقه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل. وعلى البوتاجاز من فوق لا ولحت فرن ولا عملت اي حاجه اهي. قلبيها واحده بواحده كده اهو اهي، تمسك نفسها بس وتقلبيها اهي يا حبايب قلبي كده. خلاص انا هديت على الكفته لما استوت كمان من جوه ما شاء الله اللهم بارك، استوت من جوه خالص اهي. وهنا عندي المكرونه هي خلاص سلقتها وحطيتها في الصلصه، بقلبها في الصلصه كمان كده نغرف بقى اهو يا حبايبي. انا كده خلصت الكفته بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وغرفت المكرونه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد. بسم الله ما شاء الله. عسل يا جماعه. نزوقها كده بالبقدونس لان العين بتاكل قبل البق. والكفته طلعت جميله جدا جدا، وعلى النار من فوق، وحلوه قوي قوي ومتماسكه وجميله، حلوه قوي قوي. وبألف هنا يا حبايبي. واللي يعجبه الفيديو يحط له لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. طريقه الكفته دي يا جماعه سريعه جدا جدا، ما بتاخدش منك اكتر من ربع ساعه. يا دوبك تضربها في الكبه وتريحها 10 دقايق في التلاجة وتحط على النار على طول من فوق زي العسل يا حبايب. وبألف ألف هنا. واللي يعجبه الفيديو يحطوا لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. بسم الله ما شاء الله زي العسل يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. واعملي بقى زي ما انت عايزه، كيلو و2 كيلو ونص كيلو زي ما انت عايزه، زي عدد افراد اسرتك اعملي. وبألف هنا يا حبايبي. واللي يعجبه الفيديو يحط له لايك ويشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. ان شاء الله اشوفكم في كل جديد باذن الله على خير. ترككم في رعايه الله، مع الف سلام. مع السلامه يا حبايبي.